كلمة الوعظ والإرشاد يلقيها على مسامع حضراتكم فضيلة الشيخ جمال عطية الحلو، ألا فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، سبحانه وتعالى. بيده الأمر كله، إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحانه وتعالى. خلق الخلق بقدرته، وهو الباقي. يموت كل من في الوجود، كل شيء هالك، كل نفس ذائقة الموت، كل إلى زوال، ولن يبقى إلا الواحد الديان. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هذا النبي الذي جاء بالخير كله، هذا النبي الذي امرنا أن نقرأ القرآن بصوت حسن، صلوات ربي وسلامه عليه. قال ذات يوم لابن مسعود اقرأ علي، قال يا خير خلق الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول الحبيب محمد اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري، صلوات ربي وسلامه عليه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا أحباب الحبيب محمد،
استمعنا الى قارئنا الكريم فضيلة الشيخ حمد الذي رزق صوت حسن ورزق القرآن الكريم، وهو يتلو عليه آيات: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وصايا من نبي الله لقمان. هذه وصايا أب لابنه وهو نبي الله لقمان، يوصيه بهذه الوصايا الكريمة. أما وصايا اليوم، الأب يوصي ابنه اليوم: يا بني أريد كلية الطب ثم السفر ثم قطعة الأرض ثم البناء ثم العربة، واعمل لنفسك قيمة بين الناس، من يقدرك قدره ومن لا يقدرك صعر خدك إليه وتكبر كما يتكبر عليه. أما نبي الله لقمان: يا بني أقم الصلاة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصفة الثانية بعد الإيمان بالغيب بأن الله واحد لا شريك له، وأنه خلق الخلق، وأن هناك ملائكة لا نراهم، وأن هناك بعث، وأن هناك حشر، وأن هناك وحساب، وأن هناك صراط، وأن هناك ميزان عدل يوم القيامة، ثم إما جنة أو نار. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أول ما يحاسب المرء يوم القيامة الصلاة. هناك من يستمع إلى القرآن، ومن يستمع إلى المحدث، ومن يستمع إلى الخطيب، ومن يقول الله والقرآن يتلى وهو لا يصلي ولا يدخل المسجد. هناك من يسمع القارئ، ومن يسمع الأشرف، ومن يسمع القرآن ولا يدخل المسجد لم يرجع ولم يسجد لله. الركوع لا يكون إلا لعظيم وهو الله، والسجود لا يكون إلا للأعلى سبحانه وتعالى. أول صفة أوصى بها نبي الله ابنه: أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة. الفرق بين المؤمن والكافر الصلاة. أول ما يحاسب المرء عليه يوم القيامة الصلاة. إذا صلح سائر عمله، وإذا فسد سائر عمله. الصلاة تعلمك النظافة، وتعلمك النظام، وتعلمك الاستقامة، وتعلمك الطاعة لله رب العالمين. المسلم
الذي يصلي نظيف يعرف الاستنجاء، كيف يستبرئ من بول، كيف يكون نظيف الاستنجاء، ثم الوضوء، ثم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى تعلمه النظافة، تعلمه كيف يحافظ من النجاسة هكذا، ثم يكون بعد ذلك في طاعة لله تبارك وتعالى، يقف مستكينا لله بخشوع لله تبارك وتعالى، يتعلم النظام، يتعلم كيف يحافظ المسلم على الوقت. كل اذان له وقت، كل صلاة لها وقت. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تعلمك الوقت الصحيح، لان الله سيسألك عن هذا الوقت الذي تضيعه، الله عز وجل يحاسبك عليه. فالصلاة تعرفك ان لكل امر وقت وقته الله تبارك وتعالى. الصلاة لها وقت، والصيام له وقت، والزكاة لها وقت، والحج له وقت معلوم. هكذا يعلمنا القرآن ويعلمنا الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. المعروف كل انسان منا مطالب ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اذا رأيت طفلا في الشارع يسب الدين انت تمشي وتتركه؟ لا، عليك وزر. الله يسألك انت حينما سمعت بأذنك وقع عليك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس قاصرا على من يقوم بالحديث او يقوم بخطبة الجمعة، فهذا واجب عليه كداعية الى الله، ولكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم. الله يسألك حينما ترى منكرا في الشارع، في العمل، في الطريق العام، اذا رأيت ولم تنهى عنه فعليك وزر من الله. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. يعلمه ان الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان، والكل مصاب، يأتي قدر الله تبارك وتعالى فيعلمنا ويعلمه ان يصبر الانسان اذا كان من اهل البلاء، اصابه الله بمرض، اصابه الله في اهله، اصابه الله في ولده، في زوجته، في ماله، فلا بد ان يصبر. يعلمنا الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه حينما كان هناك امرأة ناشئة لصحابي من صحابة الحبيب محمد فشكى الى رسول الله، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثل ما اعطى ايوب على صبره البلاء، وايما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ما اعطى آسية امرأة فرعون. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا بني اقم الصلاة وامر بالعرف واصبر على ما اصاب، ان ذلك من عزم الامور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. المؤمن متواضع لله، المؤمن متواضع للناس، المؤمن متواضع لكل من حوله، لان الكبر يدخل صاحبه النار. فيقول الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هكذا كن متواضعا لله،
كن متواضعا لزوجتك، كن متواضعا لاصحابك، كن متواضعا لاهلك، كن متواضعا لمن حولك، حتى لا يصيبك الكبر كما اصاب فرعون الذي تكبر فاخذه الله اخذ عزيز مقتدر. ايها الاحباب، في هذه الليلة الكريمة، ليلة تكريم الزوجة الصالحة التي رحلت عنه، دعوة خالصة من قلب كل واحد، لأننا جميعا سنحتاج في يوم من الأيام إلى هذه الدعوة، لأنه حينما يموت العبد لم يبق له إلا الدعاء، إلا الدعاء. هكذا قال الحبيب محمد: ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. أيها الأحباب، دعوة خالصة لله تبارك وتعالى. اللهم ارحمها رحمة واسعة، اللهم ارحمها رحمة واسعة، اللهم ارحمها رحمة واسعة. اللهم انزل عليها رحماتك يا الله. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. انزل عليها الرحمات، انزل عليها البركات، اغسلها بالثلج والماء والبرد يا الله. اللهم اسقها من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبالنيابة عن نفسي اقدم عزائي الى آل المتوفين، الى الاسرة الكريم، الى زوجها الاستاذ عبد الله، والى اخيها الاستاذ علي سيد احمد جمعة، الى العائلة الكريمة تعالي مني لهم جميعا، واقول لهم اصبروا ولكم من الله الاجر والصبر والسلوان. امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.